حالة الطقس في مصر والأرصاد بتحذر المصريين من هذا الأمر المفاجئ، وهو انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة في مصر، وكمان ظهور الشبورة والأمطار. حالة الطقس غدا الأحد 30 نوفمبر. هنتعرف على كل تحذيرات الطقس وإيه الحاجات اللي المفروض نعملها وإيه الحاجات اللي ما نعملهاش. بتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس بكرة اللي هو 30 نوفمبر في انخفاض في درجات الحرارة، وده بيشعر بيه أغلب سكان الجمهورية بقيم تتراوح 4 درجات انخفاض في درجات الحرارة، وده بيجعل الطقس خريفي ومائل للبرودة في الصباح الباكر، ولكنه بيكون معتدل نهار في أغلب الأنحاء بسبب وجود الشمس وحر على الصعيد. درجة الحرارة معتدلة في أول الليل، ولكنه في آخر الليل بيكون مائل للبرودة. تحذير لكل السائقين من الشبورة الصباحية، وبيكون متوقع إن بيشهد الطقس شبورة مائية، واللي بتبدأ من الساعة 2 بالليل حتى الساعة 9 الصبح، واللي بتكون موجودة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، سواء الطريق الزراعي أو الصحراوي أو طرق شمال الصعيد أو وسط سيناء. وكمان الشبورة بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. بالنسبة لفرص الأمطار، متوقع فرص أمطار هتكون خفيفة، وقد تكون كمان الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بالنسبة لانتشار السحب المنخفضة، ممكن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، بينتج عنها سقوط رذاذ خفيف، والرذاذ ده بيكون غير مؤثر على بعض المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة 13 والعظمى 23. الوجه البحري والدلتا بتتراوح درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 23. مدن السواحل الشمالية زي دمياط وبورسعيد القيم بتتراوح ما بين 15 حتى 22. مدن القناة والشمال سيناء درجات الحرارة بتتراوح ما بين 12 وحتى 24 درجة. مدن جنوب سيناء من 12 حتى 22 درجة. وبكده هنكون اتكلمنا عن درجات الحرارة والانخفاض المفاجئ بالحرارة والتحذير لكل المصريين. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة أجدد الأخبار أول بأول. حالة الطقس في مصر والأرصاد بتحذر المصريين من هذا الأمر المفاجئ، وهو انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة في مصر، وكمان ظهور الشبورة والأمطار. حالة الطقس غدا الأحد 30 نوفمبر. هنتعرف على كل تحذيرات الطقس وإيه الحاجات اللي المفروض نعملها وإيه الحاجات اللي ما نعملهاش. بتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس بكرة اللي هو 30 نوفمبر في انخفاض في درجات الحرارة، وده بيشعر بيه أغلب سكان الجمهورية بقيم تتراوح 4 درجات انخفاض في درجات الحرارة، وده بيجعل الطقس خريفي ومائل للبرودة في الصباح الباكر، ولكنه بيكون معتدل نهار في أغلب الأنحاء بسبب وجود الشمس وحر على الصعيد. درجة الحرارة معتدلة في أول الليل، ولكنه في آخر الليل بيكون مائل للبرودة. تحذير لكل السائقين من الشبورة الصباحية، وبيكون متوقع إن بيشهد الطقس شبورة مائية، واللي بتبدأ من الساعة 2 بالليل حتى الساعة 9 الصبح، واللي بتكون موجودة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، سواء الطريق الزراعي أو الصحراوي أو طرق شمال الصعيد أو وسط سيناء. وكمان الشبورة بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. بالنسبة لفرص الأمطار، متوقع فرص أمطار هتكون خفيفة، وقد تكون كمان الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بالنسبة لانتشار السحب المنخفضة، ممكن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، بينتج عنها سقوط رذاذ خفيف، والرذاذ ده بيكون غير مؤثر على بعض المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة 13 والعظمى 23. الوجه البحري والدلتا بتتراوح درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 23. مدن السواحل الشمالية زي دمياط وبورسعيد القيم بتتراوح ما بين 15 حتى 22. مدن القناة والشمال سيناء درجات الحرارة بتتراوح ما بين 12 وحتى 24 درجة. مدن جنوب سيناء من 12 حتى 22 درجة. وبكده هنكون اتكلمنا عن درجات الحرارة والانخفاض المفاجئ بالحرارة والتحذير لكل المصريين. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة أجدد الأخبار أول بأول. حالة الطقس في مصر والأرصاد بتحذر المصريين من هذا الأمر المفاجئ، وهو انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة في مصر، وكمان ظهور الشبورة والأمطار. حالة الطقس غدا الأحد 30 نوفمبر.
هنتعرف على كل تحذيرات الطقس وايه الحاجات اللي المفروض نعملها وايه الحاجات اللي ما نعملهاش. بتقول الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان الطقس بكرة اللي هو 30 نوفمبر في انخفاض في درجات الحرارة، وده بيشعر بيه اغلب سكان الجمهورية بقيم تتراوح 4 درجات انخفاض في درجات الحرارة، وده بيجعل الطقس خريفي ومائل للبرودة في الصباح الباكر، ولكنه بيكون معتدل نهار في أغلب الأنحاء بسبب وجود الشمس وحر على الصعيد. درجة الحرارة معتدلة في أول الليل، ولكنه في آخر الليل بيكون مائل للبرودة. تحذير لكل السائقين من الشبورة الصباحية، وبيكون متوقع إن بيشهد الطقس شبورة مائية واللي بتبدأ من الساعة 2 بالليل حتى الساعة 9 الصبح، واللي بتكون موجودة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، سواء الطريق الزراعي أو الصحراوي أو طرق شمال الصعيد أو وسط سيناء. وكمان الشبورة بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. بالنسبة لفرص الأمطار، متوقع فرص أمطار هتكون خفيفة، وقد تكون كمان الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بالنسبة لانتشار السحب المنخفضة، ممكن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، بينتج عنها سقوط رذاذ خفيف، والرذاذ ده بيكون غير مؤثر على بعض المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة 13 والعظمى 23. الوجه البحري والدلتا بتتراوح درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 23. مدن السواحل الشمالية زي دمياط وبورسعيد القيم بتتراوح ما بين 15 حتى 22. مدن القناة والشمال سيناء درجات الحرارة بتتراوح ما بين 12 وحتى 24 درجة. مدن جنوب سيناء من 12 حتى 22 درجة. وبكده هنكون اتكلمنا عن درجات الحرارة والانخفاض المفاجئ بالحرارة والتحذير لكل المصريين. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة أجدد الأخبار أول بأول.